في ناس بتسميه الضمير، وفي ناس بتقول عليه إحساس أو حدث، وفي اللي بيشوفوا رسالة من ربنا جوه قلبك. لكن أنا بشوفه إنه هو أنت الحقيقية، النسخة اللي مش لابسة قناع، اللي مش بتجامل ولا بتهرب، أنت من غير أي رتوش. الغريب بقى إنك ساعات بتجادلها، أيوه، بتدخل معاه في نقاش، تقول لا، أنا عارف أنا باعمل إيه، أو مش مهم، هنجرب. وبعدين لما الدنيا توريك النتيجة تفتكر صوته وتقول كان عنده حق. اللحظة دي بتفكرك إنك كان عندك فرصة تسمع، لكنك اخترت تتجاهل. وعشان كده النهاردة عايزين نفتح أذان قلوبنا قبل عقولنا، نعرف إزاي نسمع صوتنا الداخلي وسط الزحمة، وإزاي نفهم رسايله. لأن الحقيقة الصوت ده مش جاي عشان يزعجك،